الصليب هو أعظم مغامرة حصلت في التاريخ، لأنه اللي عملها هو شخص الله مش شخص عادي. الاعتياد خلانا نخسر كتير في الأمور الروحية والأمور الإلهية. واحد من الحاجات اللي احنا فقدنا فيها الاندهاش واعتدنا عليها الصليب، وكأنه بقى مناسبة احنا اعتدنا عليها. لكن واحنا بنتأمل في الصليب في رسالة جديدة ومعنى جديد أحب أشاركك بيه النهاردة. الصليب هو أن تغامر. الصليب هو أعظم مغامرة حصلت في التاريخ، لأنه اللي عملها هو شخص الله مش شخص عادي. لأنه أي واحد معدي وبيقرأ القصة مش فاهم إيه اللي بيحصل، بيحس إنه الشخص النبيل الكريم المحترم ده بيغامر ليه؟ الكتاب بيقول في اشعياء 53: من صدق خبرنا؟ فعلا اللي المسيح عمله محدش يصدقه، لأنه المسيح غامر بحياته، غامر بسمعته. المسيح على الصليب كان بيعمل مغامرة عظيمة جدا، وكان بيغامر لأجل الكنيسة. في جامعة 11 بيقول كده: ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد أيام كثيرة. بس الصليب كان مغامرة محسوبة لأنه المسيح هو بيغامر كان بيقتني الكنيسة، كان بيقتني الناس، كان بيقتني البشر. إحنا مرات كتيرة بنعمل حاجات شكلها فيها مغامرة، مرات ندي وإحنا كأننا زي المجانين. بتدي ليه؟ مرات نغفر، ده تغفر ليه؟ وتغامر بسمعتك مرات وتعمل حاجات محدش متخيل بتعمل كده ليه؟ أنت فعلا ضامن اللي بتعمله ده هينجح؟ الصوت اللي جاي النهاردة من الصليب والمعنى إنه الصليب مغامرة، بس مغامرة محسوبة. أنا عايز أشجعك لو أنت بتعمل حاجة فيها مغامرة، بس حاجة إلهية، حاجة روحية، حاجة فيها قيمة، أنت بتغامر عشان مبدأ، صدق إن المغامرة بتاعتك دي هي أعظم مغامرة، أشرف مغامرة. والمغامرة دي مغامرة محسوبة، وهيجي يوم من الأيام هتحصد منها كتير. الصدهو سندر سنخ وهو خادم هندي عظيم قوي بيحكي الحكاية دي. مرة حد بيسأله بيقوله إيه أصعب حاجة في الحياة؟ فقال إنه أصعب حاجة في الحياة إنك تعيش من غير حمل. فالراجل استغرب، يعني إيه تعيش من غير حمل؟ ده إحنا كلنا عايزين نعيش من غير أحمال، مش عايزين نغامر ولا نتعب. فبيقول مرة من المرات كنت راجع من مشوار وطلع جبل الهيمالايا، وأنا في السكة بدأ الليل يجي عليا وكانت الدنيا شتاء. ما كنتش لوحدي، كان معايا راهب بوذي. واحنا ماشيين في السكة بنحكي سمعنا صوت أنين كده أو حد بيئن، فبصينا لقينا في واحد وهو طالع الجبل اتزحلق في التلج، وقع ورجليه اتمسكت في صخرة ونص جسمه تحت ونص جسمه فوق. وبعدين احنا بصينا لقينا الراجل عايز مساعدة، فأنا قلت لازم أشده وأنقذه من الموت اللي هو فيه. اللي كان مع الصدهو سندر سنغ قال له أنا بصراحة ما أقدرش، الليل جاي علينا والدنيا تلج، ولو احنا شلناه وخدنا الوقت ده كلنا هنموت، هنتلج ونموت. الصدهو قال أنا كمؤمن مسيحي قلت لا يمكن أسيبه كده حتى لو مت معاه. واللي كان معاه مشي وأصر إن هو يشد الراجل ده، وفعلا باجتهاد شديد شده وفضل يشيله لأن هو ما كانش قادر يمشي الراجل المصاب ده. وطالع الجبل هو في البرد وعمال ينهج ويعرق، وفضل ماشي في السكة وضد الجاذبية. طالع الجبل هو ماشي في السكة بص لقى واحد ميت في الطريق، لقى الراجل اللي كان ماشي معاه وما رضيش يشيل معاه الراجل ده مات من التلج اتجمد. هو بيقول لأن كنت شايل للراجل ده الحمل ده، لأن أنا ببذل مجهود وبحرق، جسمي بيحرق وبعرق، المجهود ده والحمل ده حفظني من التجمد والموت. وساعتها أدركت إنه الحمل اللي شلته هو اللي حفظ حياتي وهو اللي حملني. أشجعك من كل قلبي غامر وشيل الشيلة، والحمل ده والمغامرة دي أكيد هتاخد منها بركات عظيمة. الصليب هو إنك تغامر.